المباراة صالح القرجي، منسق العام طيب شلوف وجلال بشيني، وانطلاق المباراة في هذه اللحظات. الكرة للاتحاد الرياضي المنستيري، زالت الكرة للاتحاد رقم 30، زالت عنده الكرة رقم 23 ادريس المحيرسي، يرى الكرة لادريس المحيرسي، يوسع كرة ادريس وخطيرة الاتحاد، تسديدة وقيس العمدوني، دخول بقوة من الاتحاد. نادي الرياضي البنزرتي وهذه كرة الاتحاد خطيرة لأبو بكر تراوري، يسدد كرة مباشرة في دين قيس العمدوني، ما كانتش قوية. أمامكم الإعادة لتسديدة أبو بكر تراوري، ما كانتش قوية التسديدة. وهذه كرة عبدو سيدي مازال محافظ على كورته، عبدو سيدي يراوغ مرة أولى، مازال عبدو سيدي يوزع كرة، سيدي في اتجاه مكرم العلوي ويسدد كرة، لكن تسلل ليعلو مساعد المباراة لصالح الاتحاد على مكرم العلوي. أمامكم الإعادة، مكرم العلوي مازال عنده كرة ممتازة لواحد اثنين، النفسي يوزع كرة باتجاه شكون؟ باتجاه موساسو، مازالت خطيرة لنادي الرياضي البنزرتي، عبدو سيدي يسدد كرة فوق المرمى من عبدو سيدي. بشبالي كرة خطيرة للاتحاد، بشبالي يمر وهذه كرة خطيرة رقم 10 كادت تكون في الشباك الكرة، وتسلل يعلن عليها المساعد وائل الحناشي. كرة كانت خطيرة للاتحاد، رقم 10 فيصل المناعي يسدد كرة يتصدى لها الدفاع قبل الولوج الى المرمى. منكم الإعادة، الكرة من شهاب جبالي يتوغل يراوغ يعطي كرة في وقت كما نقولوا لفيصل المناعي، لكن الكرة ضاعت للاعب الاتحاد. النفسي والمحيرسي ومعهم الجبالي، ثلاثي خطير في الاتحاد الى حد الان. زيدوهم ابو بكر تراوري في الهجوم، وذي كرة والتسديدة من فيصل المناعي ضعيفة في دين الحارس قيس العمدوني. ياسر المشرقي، بشير رحيبي مشرقي من جديد، خطيرة الاتحاد في الهجمات المرتدة خاصة مع سرعة ادريس المحيرسي وايضا شهاب جبالي اللي قلقوا دفاعات السيابية الى حد الان. كرة لمكرم العلوي، مكرم العلوي اتجاه عبدو السيدي، عبدو السيدي يرفع كرة طويلة خطيرة لنادي الرياضي البنزرتي، ما يخواش موسى سلو، والحكم يقول ركنية للنادي الرياضي البنزرتي. النادي الرياضي البنزرتي كرة للاتحاد، ادريس المحيرسي، ادريس المحيرسي لمحمد امين النفسي، النفسي يعود لادريس المحيرسي، ادريس المحيرسي سدد كرة ثم لاعب ملقى على ارضية الميدان، اكيد ما خرجتش الكرة من لاعبي الاتحاد، الشيء اللي خلى يصير تشنج كبير من لاعبي وبنك احتياطية النادي الرياضي البنزرتي. مع الثالوث الجبالي ابو بكر تراوري وتحية ادريس المحيرسي، كرة مخطئة للمحيرسي، خطير ادريس المحيرسي وقيس العمدوني، قيس العمدوني كما قلت هذا اللي كنت نحكي عليه من الاتحاد، الثالوث الامامي خطير برشا ويقلق في دفاعات السيابي. امامكم اعادة كرة المحيرسي الاخيرة، يعني ممكن تكون خير من المحيرسي، قيس العمدوني كان في المكان المناسب، ضاعت الكرة وتعود النادي الرياضي البنزرتي. خطير المناعي، شوف الكرة كاش ضاعت، تعود مرة أخرى لفيصل المناعي، فيصل المناعي يرفع كرة طويلة لبابكر سار، بابكر سار يسدد كرة جول 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 جول، أولى أهداف الاتحاد عن طريق بابكر سار، ضغط الاتحاد أكيد ويستحق هذا الهدف حقيقة باعتباره أنه النادي الرياضي البنزرتي ما وراش حاجة كبيرة في هذا الشوط الأول. 43 دقيقة لعب، بابكر سار يسجل أولى أهداف المباراة بتسديدة صاروخية في مرمى قيس العمدوني. أمامكم الإعادة تمريرة ممتازة من فيصل المناعي وتسديدة في زاوية بعيدة على قيس العمدوني، واحد بلاش للاتحاد الرياضي المنستيري أمام النادي الرياضي البنزرتي. شوف الترويض والتسديدة من لاعب الاتحاد بابكر سار يحطها في الشباك، واحد بلاش لأبناء محمد الكوكي. الهجومات أكيد من الاتحاد عكس النادي الرياضي البنزرتي اللي مارينا شيء في الشوط الأول تقريبا، وهذا أكيد نفس اللي شفناه في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي نهاية الشوط الأول هنا في بنزرت، هدف ل0 لأبناء الاتحاد أمام النادي الرياضي البنزرتي، مع احتجاجات أكيد من مردود اللي شافوه جماهير السيابي
انتظار انطلاق الشوط الثاني اللي انطلق في هذه الآونة بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. كرة في الدفاعات عن طريق الطيب بن زيتون. المشرقي من اليسار بين زوج لاعبين. المشرقي يمر، المشرقي يراوغ، المشرقي ممتاز، يوزع على المشرقي والتسديدة كادي غلط مرميه فابريس زينكي. أولى الكرات الخطيرة في الشوط الثاني. ممتاز المرور من ياسر المشرقي والتوزيعة كادي غلط بها مدافع الاتحاد حارس مرمين بشير بن سعيد. والكرة في الركنية، كرة من علاء الدين بوعلاق يرفع كرة طويلة مرت ركنية للنادي الرياضي البنزرتي عن طريق ياسر المشرقي. ممتاز المراوغة ياسر المشرقي، المشرقي يسدد كرة المشرقي وكادت تكون في الشباك من طيب بن زيتون اللي يتقدم للهجوم لمعاضدة زملائه. أمامكم الطيب بن زيتون المدافع المحوري. الكرة الأخيرة كان ممكن يسجلها ويكون التعادل للسيابي، لكن الكرة فوق المرمى. سايدي في اتجاه كانتي، يلعب كرة لموسى سو ياخو كورته لكن ما احسنش الترويض مباشرة للبشير بن سعيد، يخلي الكرة تخرج ويسقط البشير بن سعيد. بشير بن سعيد يسقط ويقوم ويعود يسقط البشير بن سعيد. حقيقة صورة غريبة. ننتظر الإعادة أكيد. أمامكم البشير بن سعيد بعد التدخل الأخير من موسى سو. شفنا بشير بن سعيد يقوم لكن عاود يسقط مرة أخرى على أرضية الميدان، وتشنج والصور الرياضية اللي ما نحبوش نشوفوها في بداية موسم. أكيد ما فهمش علاش مازلنا في الجولة الثانية من البطولة. وهذه كرة الهدف الوحيد في المباراة عن طريق بابكر سار. كرة لا تسد ولا ترد في شباك السيابي. انتظار وانه يتم التغيير. فيصل المناع يغادر امامكم. شيخو مكانه اللاعب الموريتاني ياسين الشيخ والي. يرفع كرة المعلقي في اتجاه موسى سو العثماني يسقط، ما فماش مخالفة يقول الحكم. يعود لياسين الشيخوالي حكم المباراة. امامكم الكرة الأخيرة والمطالبة بضربة جزاء من النادي البنزرتي. هذا هشام بكار يراوغ. هشام بكار يسدد كرة من نصف الميدان. اختيرة الكرة غريبة من قيس العمدوني، تابع في الكرة بعينيه. تسديدة من وسط الميدان من هشام بكار. امامكم الإعادة، كان ممكن يكون هدف الموسم من هشام بكار دون ان يحرك ساكنا حارس السيابي. يسقط لاعب السيابي يرتكب المخالفة. الحكم يعطي الأسبقية لإدريس المحيرسي ومرتدة خطيرة للاتحاد. يلعب كرة في اتجاه رقم 30 شهاب جبالي خطيرة، والهدف الثاني للاتحاد الرياضي المنستيري عن طريق بوبكر تراوري الذي يرفض الاحتفال احتراما للنادي الرياضي البنزرتي. اكيد اللي كانت قمص الازياء نتاعو في 2019. النادي الرياضي البنزرتي يقبل الهدف الثاني من بوبكر تراوري من بلاش للاتحاد الرياضي المنستيري بعد 72 دقيقة لعب. الاتحاد امامكم بوبكر تراوري. الاتحاد قدم مباراة كبيرة اليوم عكس السيابي اللي ما ريناش حاجة كبيرة. مرتدة خطيرة للاتحاد. شوفوا شهاب الجبالي يراوغ يتقدم كرة في طبق لبوبكر تراوري، اكيد راس الشباك ما تضيعش كرة كيما هكا. 2 بلاش للاتحاد الرياضي المنستيري في 72 دقيقة لعب. عود مرة أخرى للاتحاد. ياسر المشرقي يرفع كرة طويلة ومباشرة الكرة للحارس بشير بن سعيد. ياسين الشيخوالي في اتجاه أحمد الجفالي مع فخر الدين الجزيري.
الجفالي للمحيرسي 1-2 يمر الجفالي اختيار للاتحاد ممتازه المراوغه وهذه كره يادة تكون ثالث للاتحاد وهذه كره ممتازه لاحمد الجفالي. احمد الجفالي ياخذ كورته احمد الجفالي يلعب كره في اتجاه ياسين والي والتدخل من قيس العمدوني يحط الكره في الركنيه. الاتحاد خطير في الكرات المرتده كان ممكن يسجل اكثر من 6 اهداف في المباراه هذه. كره تعود بتماس للاتحاد وفي هذه الاونه بعد 95 دقيقه لعب وعلى احتجاجات كبيره من جماهير النادي الرياضي البنزرتي على الاهداف في الزوج مباريات الاولى. تنتهي المباراه هنا في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت بانتصار الاتحاد الرياضي المنستيري على النادي الرياضي البنزرتي هنا في بنزرت بالذات. بابكر سار في الدقيقه 44 وابو بكر تراوري في الدقيقه 72. الاتحاد امامكم الاعاده للاهداف. حقيقه المباراه ممتازه جدا للاتحاد عكس النادي الرياضي البنزرتي اللي ما ورى شيء الحقيقه في الزوز مباريات اللي لعبهم. شكرا لكم من بنزرت كان معكم فهد الحشاني. نلتقي ان شاء الله في مباريات قادمه. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.